بالذات ليه لازم اكون موجود؟ ليه اصلا احنا مدين الموضوع كل الاهمية دي؟ ليه لازم يبقى عندي شغف؟ ليه لازم يبقى عندي هدف كبير احققه؟ ليه لازم يبقى عندي رسالة؟ ليه لازم اسيب بصمة واثر في الدنيا بعد ما اموت؟ ليه اصلا ده؟ احنا مش حاسين ان احنا بنحمل الحياة فوق طاقتها وبنكبر الموضوع اكبر مما يستحق؟ بندي للعقل واهميته اكبر من قيمته الحقيقية؟ هل العقل هيبقى ليه وجود؟ هل الهدف هيبقى ليه وجود؟ هل شغفك هيبقى ليه وجود لو الحياة نفسها عندك مش موجودة؟ لو النفس مش داخل وخارج منك؟ هل تحقيقنا لأهدافنا وتحقيقنا لرسالتنا وهدفنا في الحياة يستحق مننا ان احنا نعيش نفسنا في ضغط نفسي ومادي وجسدي وصحي ونتخلى عن السعادة ونتخلى عن الراحة النفسية عشان خاطر عايز اسيب بصمة قبل ما اموت؟ شايفة الموضوع مش منطقي ابدا. لو بصينا لهرم ماسلو للاحتياجات هنلاقي انه اعلى حاجة هي تحقيق الذات، والحقيقة ان انا يعني اختلف تماما مع ده. هي مش احتياج، هي بتبقى احتياجات تحت غير ملباة في الهرم. في احتياجات اساسية تانية غير ملباة بشكل مباشر، فبنلف اللفة دي وبنحاول ان احنا نحقق من خلال تحقيق ذاتنا، من خلال تحقيق اهدافنا، نحقق الاحتياجات الاساسية اللي ما اتلبتش. فتلاقي في واحد بيعافر عشان خاطر الناس تشوفه، وعشان يحس ان هو ليه قيمة. ده هو من الاول الاحتياجات الاساسية بتاعته النفسية ما اتلبتش، احساسه بالقيمة واحساسه بالوجود ما كانش موجود، ما اتلباش. هو مش حاسس انه متشاف. في واحد تاني هتلاقيه طول الوقت بيحاول يبقى بيرفكت في كل حاجة، او واحدة طبعا، فعايز كل حاجة تبقى مظبوطة بما فيها اهدافه، بما فيها شكله، بما فيها صحته، بما فيها الناس اللي حواليه، بما فيها كل حاجة في حياته تبقى 100. ولو خرج شوية عنها يتضايق، مش لو خرج شوية عنها يشوف هو عمل ايه غلط مثلا ويصلحه بكل روقان، لا، يتضايق ويوتر نفسه ويوتر اللي حواليه. ده برضو ممكن تلاقي عنده، وهتلاقي عنده بالفعل، احتياج ان هو يحس بالأهمية. دايما كان عنده التقدير مرتبط بانه يعمل حاجة، ويعمل حاجة بشكل مظبوط 100%. فلو عمل الحاجة دي نص نص او لسه بيتعلم يعملها ما بيتسقفلوش، ما حدش بيوجه له تقدير للمجهود اللي عمله، حتى لو النتيجة لسه مش بيرفكت او لسه ما اكتملتش. فبيسعى طول عمره عشان ياخد يلبي الاحتياج ده، الاحساس بالاهمية، احساس انه متشاف، احساس بالتقدير. في حد تالت بالنسبة له ان هو يكون بيقدر ماديا يوفر لنفسه للي حواليه كل حاجة. هو ده اللي وصل له دايما، اللي بيوصل له دايما من اللي حواليه ان هو انت قيمتك في كده. انت لو الحتة دي بس نزلت منك شوية، ان انت تقدر توفر ماديا للي حواليك الراحة، يبقى انت كده ماكش قيمة. فيفضل طول عمره بيجري ورا المادة عشان خاطر يهرب من فكرة ان هو ملوش لازمة، فكرة ان هو ملوش اهمية. فالقمة بتاعت هرم ماسلو بتاعت تحقيق الذات، انا لا اتفق مع العالم ماسلو ابدا ان هو حاططها كاحتياج لوحدها، ولكن هي وسيلة بنستخدمها عشان نحقق الاحتياجات الأساسية اللي تحتها التي لم تلب.